اهلا بيكم في حلقه جديده من شاشه وزرار، والنهارده معانا واحده من اكتر العربيات اللي فيها اوبشنز في الفئه بتاعتها سو ايست اس او 5. زي ما انتم متعودين معانا هنشرح الشاشه بتاعت العدادات، الشاشه الرئيسيه، كل الاوبشنز والفيتشرز الموجوده في العربيه بتشغلها منين. فيلا بينا نبدا بالشاشه الرئيسيه. نبدأ مع الشاشة الرئيسية وحولناها للغة العربية زي ما انتم متعودين على طول معانا. الشاشة الرئيسية متقسمة لجزئين. الشورت كاتس اللي على الشمال دي شورت كاتس ثابتة ما ينفعش ان انت تتحكم او تغير فيها، وعندك الويدجز اللي موجودة على صفحتين زي ما انت شايف كده، سوايب رايت بتروح للصفحة اليمين وسوايب ليفت ترجع للصفحة دي. الويدجز دي تقدر تغير اماكنها، لونج بريس كده وتيجي تقوم مغير المكان بتاع الويدجز تحطه في اي حته تانية. تعالوا بقى قبل ما نبدا نتكلم على الويدجز دي كلها لان هنشرحها من جوه السيتنجز، نتكلم على الشورت كاتس الموجوده على الشمال. اول واحده معانا دي اللي فيها الابس اللي موجوده في العربيه كلها، ادي كل الابس الموجوده في العربيه. تاني واحده دي الميوزك، سواء موصل يو اس بي وهقول لك بتوصلها منين، او بلوتوث او اندرويد اوتو وابل كار بلاي هنتكلم برضو عليهم. بعد كده دي السيتنجز اللي موجوده بعد الميوزك. السيتنجز بتاعه الشاشه، يعني بتاعه الشاشه دي اللي فيها الاعدادات اللي تقدر تتحكم منها في الشاشه الرئيسيه. وبعدين بعد كده المضلمه دي الابل كار بلاي، وده الاندرويد اوتو لان انا دلوقتي موصل موبايل اندرويد اوتو، فلو دخلت عليها زي ما انتم شايفين هيفتح لي اندرويد اوتو وايرلس. نطلع من اندرويد اوتو ونتكلم بقى عن الويدجز اللي موجوده هنا. اول ويدج طبعا دي بتاعت الراديو، تقدر من هنا انك تختار الاف ام او الاي ام، ومن هنا بتختار المحطات، ومن هنا بتعمل السيرش، وعندك من هنا لو انت عايز تكتب على طول التردد بتاع المحطه لو انت حافظه، ومعاك من هنا طبعا بلاي وانك تروح المحطه اللي بعدها والستوب او البوز، ومعاك من هنا القائمه بتاعه الفيفورت. عايز تخلي اي محطه ازاي فيفورت، بتقف وانت واقف على المحطه بتعمل على القلب ده كده، فتحتها هتلاقي موجوده خلاص معاك القائمه دي في الفيفورت، فكده اذاعه القران الكريم بقت عندنا في الفيفورت. نرجع تاني للهوم بوتون. من هنا عندي الميوزك اللي هي اصلا كانت موجوده الشورت كات بتاعها هنا. ميوزك اليو اس بي بيتوصل من يو اس بي لتحت، هنتكلم كمان شويه على الوصلات. بلوتوث لو دوست عليها دلوقتي هيدخلني على اندرويد اوتو لان انا موصل موبايلي اندرويد اوتو وايرلس بالبلوتوث. ارجع تاني للقائمه. من هنا البلوتوث لو دوست عليها من لوحه المفاتيح لو انا عايز اتصل على الموبايل على طول، ومن هنا الكونتاكتس، ومن هنا اللوج. كل ايه فضايح عمر كان بيكلم مين موجوده دلوقتي معانا. خد بالك من حاجه، لو انت موصل اندرويد اوتو او الابل كار بلاي ودوست على بلوتوث دي هيفتح لك الاندرويد اوتو او الابل كار بلاي، هيفتح لك الكونتاكتس عليهم يعني. هنا التحكم بتاع التكييف، واوريدي التكييف ليه بانل من تحت، زراير تاتش هنتكلم برضو عليها كمان شويه، بس دي التحكمات بتاع التكييف. تعالوا نبص عليها بسرعه. عندي من على الشمال هنا التحكم في درجه المروحه، هنا الهواء بيجي منين، عندي من هنا شغل الكمبريسور او اقفله، الهواء ريسايكل جوه العربيه ولا ادخل الهواء من بره. من هنا بتاع الضباب ان انا اشيل الضباب، ده السخان بتاع الزجاج الخلفي والمرايات، والاثنين بيشتغلوا مع بعض. من هنا عندي درجه الحراره، كده انا في السخن وكده انا في البارد، معايا 3 درجات في البارد و3 درجات في السخن. كده خلصنا الويدجز الاولى. الويدجز اللي بعدها دي معايا الكاميرات ال 540 اللي موجوده في العربيه. معايا هنا ده ال 2 دي. ال 2 دي بتكلم على الشاشه اللي موجوده على اليمين هنا، اقدر اغير الزاويه. كده جبت الكاميرا اللي على اليمين، كده جبت الكاميرا اللي ورا، وكده جبت الكاميرا اللي على الشمال، كده رجعت على الكاميرا اللي قدام. طيب عايزها 3 دي، كده العربيه بقت 3 دي. ما بقدرش برضه اتحكم من الشاشه من هنا، بتحكم من الزوايا اللي من هنا، بلف حوالين العربيه. حد واخد باله دلوقتي ان العربيه شفافه؟ طيب ليه العربيه شفافه؟ لان انا عندي من تحت من السيتنجز ممكن ان انا اخلي الهيكل بتاع العربيه شفاف او اخليه ترانسبيرنت. انا اتحكم في النسبه بتاعتها 100% دي اللي هي نفس ان الهيكل شفاف، 50% في العربيه 50%، كده العربيه مش شفافه خالص. بالمناسبه ليه العربيه كاميرات 540 مش 360؟ لان الكاميرا الاماميه والكاميرا الخلفيه بيقروا الشارع، والكمبيوتر بيرسم لك اللي موجود تحت العربيه، فلما بتتحرك بتلاقي اللي تحت العربيه ظهر. عايزكم تركزوا على الحته هنا كده ايه اللي هيحصل. بصوا كده ايه اللي هيحصل دلوقتي لما اجي اتحرك بالراحه. بصوا هتلاقوا اللي تحت العربيه بيختفي اوتوماتيك وانا ماشي. بصوا كده، اتمنى كده تكون وضحت خلاص. تحت العربيه كله بقى باين. ده جه منين؟ ان الكاميرا الاماميه لانها اتحركت لقدام قرت الشارع ده من قدامي، والكمبيوتر رسمه تحت العربيه، فهي دي ال 540. عندي من هنا اقفل الخطوط اللي بتقول لي الكاوتش بيلف يمين او شمال، اقفلهم وافتحهم من هنا. زي ما قلنا في السيتنجز خلاص الغي بقى الشفافيه، كده العربيه هي رجعت بلونها، وحتى لو رحت في 3 دي هتلاقيها واخده اللون. وبالنسبه لو اديت اشاره هيظهر عندي الاشاره في 3 دي، شكلها حلو قوي. ومن هنا بقى انا اقدر اغير لون العربيه، اخليه ابيض احمر. يعني مثلا دلوقتي لو رجعنا تحت هنلاقي بص العربيه بقى لونها احمر. ليه مش الاحمر ده؟ خلينا في الاحمر. كده خلصنا الكاميرات ال 540.
من هنا لو اقدر اشغل فيديو منين؟ ممكن انزل فيديوهات على العربيه احطها في المجلدات هنا، او ان انا اوصل يو اس بي فيها اصلا فيديوز. وفيها من السيتنجز انت تقفل تشغيل فيديو او تفتحه، هنبص برضو عليها كمان شويه. اخر حاجه هنا القائمه بتاعه الابل كار بلاي. القائمه بتاعه اندرويد اوتو مش موجوده في الويدجز، موجوده بس في الشورت كاتس اللي على الشمال. كده خلصنا الويدجز كلها. تعالوا بقى نروح على الابس اللي هيبقى فيه منها حاجات كتير اوريدي احنا شرحناها في الويدجز. الراديو، الموسيقى، الفيديو، كل ده شرحناه. الصور لو انت عايز تتفرج على صور، ده برضو من فلاشه بتوصلها ميديا تحت. هنا القائمه بتاعت المكيف برضو شرحناها. هنا الاوامر الصوتيه اللي موجوده في عجله القياده، ممكن تجيبها من هنا او تجيبها من عجله القياده. هنتكلم على عجله القياده كمان. تعال مثلا نجربها دلوقتي. I am listening. Open window. فتحت كده كل الشبابيك. نقفلها تاني. Here. Close window. قفلت كل الشبابيك. فهي بتفهمها بسرعه جدا. كاميرا الصوره بانوراميه 540 اللي اتكلمنا عليها من شويه. ادي الابل كار بلاي والاندرويد اوتو منور لان احنا موصلين الموبايل. من هنا الاعدادات دي اللي موجوده هنا، الاعدادات بتاعت الشاشه واعدادات السياره، التحكم في السياره. هنا ده الكتالوج بتاع العربيه، تفتح الكتالوج وتقدر تقراه. من هنا لو انت عايز تعمل ابجريد للسوفت وير، طبعا ده بيتعمل في التوكيل مش انت اللي هتعمله. وكده ما عادش ناقص لنا غير السيتنجز بتاعت الشاشه وبتاعت العربيه، ودول اهم حاجه. فيلا بينا تعالوا نبدا بالسيتنجز بتاعت العربيه. اعدادات العربيه متقسمه على جزئين، المقعد والسياره. تعالوا نبدا بالمقعد. دي وضعيات القياده. وضعيات القياده عندك ايكو توفير، نورمال بيجي لك في الشاشه اللي قدامك هنا، وسبورت طبعا الرياضي. في فرق بين النورمال والسبورت والايكو؟ في فرق، وبتعمل فرق مش في الباور هو بس بيبقى في فرق في النقله. لما بتبقى على السبورت بتلاقيها دايما مسقطه نقله، فالار بي ام عالي، فبيديك احساس بالعزم اللحظي اكتر او احسن. الاي بي اس، الفرامل الاي بي اس عايزها تبقى رياضيه ولا مريحه؟ انصحك انك دايما تبقى مخليها على الرياضيه. اللي موجودين هنا دول بقى النظام بتاع البلايند سبوت او النقط العاميه. نظام النقط العاميه في العربيه هنا بيعمل 4 وظائف بتتحكم فيهم من ال3 اوبشنز الموجودين قدامك دول. اول اوبشن ده بيتحكم فيه وظيفتين. الوظيفه الاولى ان لما يبقى حد عندك في النقطه العاميه ينور لك اللمبه ان في حد في النقطه العاميه. طيب ايه الوظيفه الثانيه؟ انك لما تيجي تدي اشاره، اللي هو بيكلمك هنا تغيير او التنبيه من تغيير الحاره، لما تيجي تدي اشاره يديك تنبيه صوتي، واللمط كمان بتاعه النقط العاميه تقعد ترعش عشان تنبهك انك هتكسر على حد موجود في النقطه العاميه. فده اول اوبشن. لو قفلته النقط العاميه هتطفي خالص، ومش مش هتبقى بتنور لك في المرايات، ومش هتنبهك طبعا لو انت كسرت اشاره. تاني اوبشن من هنا بيتحكم في ثالث وظيفه بيعملها السيستم، وهو تنبيه فتح الباب. لما تيجي تفتح الباب وفي حد جاي في النقطه العاميه وراك، تديك تنبيه صوتي وتديك تنبيه في اللمبه بتاعه البلايند سبوت في المرايه. ثالث اوبشن بيتحكم في رابع وظيفه بيعملها النقط العاميه، وهي الريل كروس ترافيك اليرت، التحذير من الارتطام من اللي جاي كروس عليك، او جاي يعني انت راجع بظهرك وهو مش وراك، لا هو جاي بيعدي الشارع بالعرض وراك. طبعا انت مستحيل تشوفه في اي مرايه من مراياتك. هنا الرادار الخلفي بتاع النقطه العاميه بينبهك، وهنا بتنبهك في 3 حاجات. طبعا انت راجع بظهرك فانت اوريدي الكاميرا خلفيه شغاله، فهي بتنبهك في الكاميرا الخلفيه، وبتعمل لك اسهم حمراء على الاتجاه كمان اللي جاي منه العربيه، وبتنبهك صوتي، وبتنبهك في اللمبه اللي موجوده بتاعه البلايند سبوت في المرايه. كده احنا خلصنا القائمه بتاعه المقعد، ونروح للقائمه الثانيه في اعدادات السياره، وهي السياره. وظيفه المنزل ده اللي هو الايزي اكسس. يعني ايه ايزي اكسس؟ يعني انا مفتاح يبقى في جيبي، اقرب من العربيه تفتح لوحدها، ابعد عن العربيه تقفل لوحدها، وده طبعا سيستم مريح جدا. اقدر برضو ان انا افعله واقفله من هنا. فلاش تغيير المسار ده اللي هو لما اجي ادي اشاره بس ما يطلعش الدراع لفوق خالص، اللي هو انا بشعر بالاشاره يديني كام عده للاشاره. انا هنا اختار ان هو يدي 3 اشعارات بس بالاشاره، ولا يدي 5، ولا يدي 7. طبعا 3 اعتقد افضل حاجه. بالمناسبه الكاميرات ال 540 بتفتح زي ما انتم شايفين لما بتدي اشاره يمين او شمال، وبتوريك كمان الناحيه اللي موجوده عشان تساعدك وانت بتلف. يعني خذني الى المنزل اللي هو الفولو مي هوم، طبعا الترجمه العربي بس احنا متعودين لازم في شاشه وزراير او الترجمه بالعربي. ده لما بتبقى عامل النور من دراع النور اللي هنشرحه كمان شويه على اوتو، وتبقى بالليل وتقفل العربيه بتفضل منوره لك النور شويه عشان تنور لك الطريق يعني وانت ماشي، وتقدر تتحكم فيه من هنا 30 ثانيه ولا 60 ثانيه ولا تقفله خالص. خليك دايما في 30 ثانيه عشان برضو ما تحملش قوي على البطاريه. ده واضح جدا من الترجمه انك لما تقفل العربيه المرايات تقفل، ولما تفتح العربيه المرايات تفتح، كام طبعا على المرايات الجانبيه. القفل التلقائي ده لما تبقى سايق، يعني اول ما تبدا تتحرك بالعربيه وتعدي سرعه 15 تقفل اللوك اوتوماتيك لوحدها. واخر اوبشن طبعا الترجمه بالعربي رهيبه، ده العكس بتاعه.
بتاعه. لما توصل بقى وتحط على البي وتقفل العربيه من زرار الباور يفتح لك اللوك بتاعك اوتوماتيك. كده احنا خلصنا اعدادات السياره ونروح على اعدادات الشاشه. زي ما قلنا اعدادات الشاشه ممكن نجيبها من الابس من هنا زي ما احنا كنا موجودين اهو جنب اعدادات السياره، او نجيبها على طول من الشورت كاتس الموجوده هنا. اول حاجه اللغه بتاعه النظام، معاك لغات كتير جدا تقدر انك تختار ما بينها. دلوقتي مخلينه عربي عشان الشرح. عندك المنطقه بتاعه الراديو، اسيا افريقيا طبعا دي المنطقه بتاعتنا. اصدار النظام ده عشان تعرف انت السيستم بتاعك ايه، وده زي ما قلنا من شويه الترقيه لو انت هتعمل ابديت للسوفت وير، وده لو انت عايز تعمل ريست او اعاده ضبط للمصدر. كده خلصنا القائمه بتاعه النظام. نخش على القائمه بتاعه عام، بتتكلم هنا عن سطوع الاضاءه بتاع الشاشه. ادي كده بص انا قللت برايتنس، كده انا عليت البرايتنس. ده تنبيه امان الفيديو عشان ما تقدرش تشغل فيديوهات والعربيه مش على البارك. لو العربيه على الدي ار ان حتى مش هيشتغل فيديو. عايز بقى تشغل فيديوهات وانت سايق تقفل دي، وهيقول لك ان ده على مسؤوليتك الشخصيه، لانه طبعا حاجه مخالفه لمعايير السلامه. هنا ده التحكم في الصوت. الصوت في العربيه تقدر تتحكم، ده الصوت بتاع الميديا وده الصوت بتاع الموبايل. لما تبقى موصل موبايل يبقى الصوت بتاع يعني مكالمات وما الى ذلك عامل ازاي. هنا بقى تقدر تظبط الصوت او الاستيريو بتاع العربيه. العربيه فيها ستيريو كامل، عندك تخليه روك، عندك تخليه بوب شعبي، عندك تعمل بقى انت كاستمايزيشن لنفسك بقى. عندك البيز والهاي واللو، الناس بقى بتحب الاستيريوز وكده تلعب فيها زي ما هو عايز. عندك تخليه فوكال يركز بس على الاصوات. كل الاعدادات هنا تقدر تتحكم فيها زي ما انت عايز. في كمان ايه بقى، في ضبط مجال الصوت، تختار الصوت يطلع من انهي مجال في العربيه او زون. فدلوقتي هو ريسات موجود في النص بيطلع سراوندد في العربيه كلها. طب انا الناس نايمه معايا في العربيه وعايز اسمع لوحدي، احطه على الكرسي بتاعي لوحدي. اللي جنبي عايز يسمع لوحده احطه عنده لوحده. ورا على الكنبه اقدر ان انا احركه المكان اللي انا عايزه. طب لعبت فيه وعايز ارجعه في اي وقت، ادوس هنا يرجع لي على طول في النص. وبالمناسبه هنا بيديك الاكس والواي بتاع نقطه تركيز الصوت اللي انت عاملها. فمثلا هنا النقطه دلوقتي 1 6، لو جيت يمين شويه هيبقى 6 4 وما الى ذلك. لعبه حلوه دي، بتوع هندسه هيحبوها. ننزل بقى تحت هنلاقي معانا الضغط نغمه الزر ده اللي هي التون بتاع الكليك. لما تدوس على الشاشه زي دلوقتي مثلا اللي هي تك تك دي، لو انا قفلتها بصوا الشاشه بقت بتدوس دلوقتي من غير صوت. ده بقى لما تسوق العربيه، اول لما تعلي السرعه الصوت يعلى معاك. وانت مشغل ميوزك مثلا يعلي معاك الصوت عشان النويز يعمل زي نويز كانسليشن. عايزه منخفض يعلي بنسبه قليله، ولا معتدل ولا مرتفع. كل ما تعلي سرعه العربيه صوت الميوزك يعلى معاك. انا الصراحه بحب اخليه دايما على مرتفع، بيداري لو في اي اصوات مضايقاك في العربيه. عندي بعد كده هنا الثيمز، عندنا 2 ثيمز والاثنين بيغيروا الشاشتين، يعني بيغيروا الشاشه دي وبيغيروا كمان الشاشه اللي قدام السواق. ادي الثيم الاولاني اللي احنا فيه، وممكن في اي وقت دلوقتي اعمل الثيم الثاني زي ما انتم شايفين. لو رحنا دلوقتي هنا والشاشه بتاعت العدادات كمان اتغيرت، بقت عدادات شبه بتاعت مرسيدس كده. القاص الصوت ده عشان تصحى الاوامر الصوتيه بالكلام، مش لازم تدوس على الزرار من عجله القياده او تدوس عليه طبعا من الشاشه زي ما شرحناها من شويه. هو بيقول لك هنا كلمه استيقاظ ما ينفعش تغيرها، ومكتوبه هاي سول ايز. انا حاولت فيها كتير ما جاتش. هاي سو ايست، هاي سول ايز ما اشتغلتش معايا، بس هي بتفهم كويس جدا وسريعه جدا من عجله القياده، من الزرار بتاع عجله القياده. ده بقى لو انت عايز تصحيها بالصوت او تدي الامر الصوتي، يعني تسمعه من السواق بس ولا من السواق اللي جنب السواق. كل واحد فينا عنده مايك، هي شغاله كويس بس شغاله بس من الزرار زي ما قلت لكم، ما اشتغلتش معايا من الصوت. خلصنا العام، نروح على ضبط الوقت. عندك هنا تختار ان الساعه اللي فوق تبقى 24 ساعه ولا 12 ساعه زي ما انتم شايفين دلوقتي قلبتها بتقلبها على طول. من هنا ضبط الوقت، من هنا عايزها يوم شهر عام من اليمين ولا من الشمال، من هنا التاريخ. وعندك من هنا لو انت عايز تثبت الشاشه تخليها ساعه رقميه ولا ساعه تقليديه، السكرين سيفر يعني. اخر حاجه هنا البلوتوث. البلوتوث اقدر اقفله وافتحه من هنا. بالمناسبه لما بيبقى مفتوح بيبان لك الايكون هي مفتوحه فوق. هنتكلم كمان شويه ان في سوايب داون. ومعاك من هنا اسم العربيه يعني عشان يظهر لك على البلوتوث. معاك من هنا اداره الجهاز، تقدر تخش هنا تضيف اي اجهزه موجوده حواليك، ودي كل الاجهزه المتوصله معاك. من هنا بقى تقدر انك تمسح الجهاز اللي انت موصله، توصله ببلوتوث او تقفله. واللي جنبه دي العلامه بتاعت اندرويد اوتو او الابل كار بلاي. انا دوست هنا دلوقتي هفصل الاندرويد اوتو زي ما انتم شايفين فصل معايا في الايكون من هنا. اخر حاجه معانا في الشاشه الرئيسيه هي ان انا ممكن انزل نوتيفيكيشن بار. ده من فوق هلاقي فيه شورت كاتس. البلوتوث
البلوتوث قفله وفتحه، ان انا اعمل ميوت او اشغل الصوت، ان انا اطفي الشاشه او اشغلها. وبالمناسبه في زرار هنتكلم عليه في الكونسول كمان شويه يطفي الشاشه ويشغلها. وضعيات القياده سبورت ونورمال وايكو، الصوت بتاع الميديا، الصوت بتاع الموبايل، والبرايتنس بتاع الشاشه، كلها اقدر اتحكم فيها من هنا. كده خلصنا الشاشه الرئيسيه وننقل على شاشه العدادات، على عجله القياده والشاشه بتاعه العدادات. عجله القياده من اليمين بتعمل حاجتين، بتتحكم فيها في الكروز كنترول وبتتحكم في الشاشه بتاعه العدادات، ومن الشمال بتتحكم فيها في الميديا. تعال نبدا من الشمال الاول. لو دوست فوق كده هنلاقي بتعلي، هي جايب لك مستوى الصوت اهو بيعلي وبيوطي، يبقى تحت بيوطي وفوق بيعلي. هنا بقلب بين الميديا، هنا بغير بين المودز بتاعه الميوزك او بعمل ميوت، وهنا بعمل الاوامر، بفعل الاوامر الصوتيه. عايز ارد على المكالمات برد من الزرار الاخضر اللي على الشمال هنا، ولو دوست عليه زي ما انت شايف بيفتح لي من هنا برده فايل عشان اعمل مكالمات، وبقفل من الزرار الاحمر اللي موجود على اليمين. من الناحيه الثانيه المنيو دي بتحكم فيها من هنا، هنتكلم دلوقتي على الشاشه. ومن هنا بتحكم في الكروز كنترول، بثبت ازاي السرعه، ان انا بدوس على الزرار الموجود على اليمين ده كده اهو، بيقول لي ان انت دخلت في وضع تثبيت السرعه، ومن هنا بعلي السرعه او من هنا بوطيها. عندي من هنا دول الزرارين بقى، ومع المنيو والاوكي اللي بتحكم فيهم في شاشه العدادات. فتعالوا نبص مع بعض. دوست على الزرار اللي تحت، فانا بقلب في الشاشه اللي موجوده في النص. دلوقتي جاب لي تاير بريشر مونيتورنج سيستم او نظام متابعه الاطارات، وبالمناسبه بتديك ضغط كل كاوتش ودرجه الحراره فيه كمان، ودي حاجه حلوه جدا. تعالى ننزل تاني مره كمان. دلوقتي مديني معلومات القياده. اول واحده فوق دي الاستهلاك اللحظي، فوانا بتحرك بيديني الرقم ده بيتغير. بعد كده دي المسافه اللي انا قطعتها، واللي تحت دي المسافه لحد ما عملت ريست. طيب انزل تحت كمان، جاب لي بقيه معلومات القياده، بقى لي سايق وقت قد ايه. بقى لنا دلوقتي 50 دقيقه مدورين العربيه. متوسط السرعه طبعا احنا كنا واقفين بنصور، فمتوسط السرعه 0. متوسط الاستهلاك 9.2، ده عالي جدا عشان احنا واقفين بنصور. خد بالك احنا بنصور طبعا مشغلين التكييف عشان الكاميرات وما الى ذلك، فمتوسط الاستهلاك عالي. زرار المنيو ده بيفتح لي الاعدادات بتاعت شاشه العدادات اللي قدامي. اول واحده دي نصائح الدفايه، طبعا الترجمه العربي رهيبه. انا دوست على اوكي. دلوقتي ده الفاتيج سيستم اللي هو بيتابع انتباهك عشان لو انت ما تتعبش يعني وانت سايق، او الارهاق يعني بمعنى ادق، الترجمه الاصح ليها. فده دلوقتي معاك كل ساعتين يديك التنبيه بتاع الارهاق. لو سقت لمده ساعتين يقول لك اركن على جنب واشرب قهوه. انزل تحت بعدها ده انذار السرعه الزائده، ده اللي هو الانذار تختار امتى، او دوس اوكي ادخل جوه. انا دلوقتي عاملها على 180، ففوق ال 180 يديني تنبيه السرعه. طبعا انت ممكن تقللها او تزودها تخليها 120 براحتك زي ما انت عايز. انزل بعدها تاني هيلاقيني تعديل الاضاءه الخلفيه، ده البرايتنس بتاع شاشه العدادات. انا دوست عليها دلوقتي اهو، ادي البرايتنس. اقدر من هنا بص زي ما انتم شايفين دلوقتي بنزل البرايتنس بتاع شاشه العدادات، او ان انا ارفعه واخليه اعلى حاجه. خد بالك ان انت التحكم هنا بيغير كمان في البرايتنس بتاع شاشه العدادات. زي ما انتم شايفين دلوقتي انا عامله على النور، فالبرايتنس بتاع شاشه العدادات قل. لو خليته دلوقتي على اوتو هيعرف ان انا او اوف. شفتوا برايتنس شاشه العدادات عالي. لو خليته على اوتو عارف ان انا الصبح فالبرايتنس عالي. ارجع من هنا، خد بالك زرار المنيو ده فيه نفس زرار الباك. ارجع من هنا وانزل تاني. ده التعديل بتاع مستوى الصوت، ده الصوت بتاع التنبيهات، فممكن اخليها منخفضه او متوسطه او مرتفعه. صوت التنبيهات زي الاشارات، زي تنبيه النقط العاميه، زي تنبيه فتح الباب وما الى ذلك. ارجع تاني من الباك، انزل تاني بعدها اعاده تعيين المعلومات. ده لو انا اعمل ريسيت للرحله، فانا عندي مثلا الاستهلاك والممشى وما الى ذلك، عايز اعمل لهم ريسيت، بعمل لهم من اعاده تنبيه المعلومات ده. خدوا بالكم بقى يا جماعه من حاجه، ان انا عايز اقلب بين الاعدادات والحاجات اللي موجوده فوق دي، بقلب برده من الزرارين دول. طب انا عايز ادخل جوه الاعدادات، بدوس اوكي مره، انا كده اهو هنزل واتحرك جوه الاعدادات زي ما انتم شايفين. طيب انا عايز اطلع تاني، برجع باك من هنا واقلب. انا كده رحت على الوسائط المتعدده لو انا مشغل حاجه على الميديا، او رحت تاني هنا للصيانه عشان اسجل الصيانه الجايه امتى وينبهني ليها. وكده احنا خلصنا الاعدادات كلها، ما عادش فيه غير استعاده ضبط المصنع يعمل ريسيت للشاشه كلها. طبعا الشاشه هنا بيديك على اليمين الار بي ام، وتحتها الحراره، هنا الممشى الكلي، هنا النقلات، هنا المود بتاعك، مود السواقه دلوقتي في النورمال. لو انا نقلتها دلوقتي من الشاشه من هنا ونزلت من فوق وخليتها على السبورت، فهيجي لي هنا اهو ان هي سبورت، وكتبت لي تحت سبورت. عايز اخليها على الايكو، فاجيبها من هنا ايكو، كتب لي هنا ايكو بالاخضر وكتبها لي تحت. هنا الفرامل بتاعه الهاند بريك، هنا استهلاك البنزين، هنا الاضاءه، وفوق التنبيه بتاع الحزام، التنبيه الحزام هنا على الكرسيين الاماميين بس، وفيها حركه ثانيه بيكتب لك هنا على الكرسي اللي جنب السواق نمبر 2، فدي حركه حلوه. وهنا عندي السرعه، وهنا درجه الحراره. ولو جبت دلوقتي الثيم الثاني هتلاقي نفس الكلام موجود بالظبط. تعالوا بقى النقلات دي تاخدنا للفتيس. الكونسول الوسطي عندي فيه الفتيس هنا شيفت باي واير.
عشان انقل لو انا جيت نقلت كده دلوقتي مش هينقل، هيقول لي ايه؟ هيقول لي اضغط على دواسه الفرامل. طيب اديني ضغطت على دواسه الفرامل وجيت انقل مش هينقل برده. قول لي ايه بقى اللي حصل؟ هتلاقي ان عندك زرار هنا لازم تدوس عليه وانت بتاخد النقله بتاعتك. انا كده اهو نور لي على الدي. عايز اقلبها على المانيوال، بجيب الفتيس اهو على الشمال كده قلبني مانيوال، وهنا اهو اداني النقله على الشاشه في ام1 اهو. عايز اجيب النقله اللي بعدها برفع كده اهو جاب لي النقله من هنا، بجيبها هنا ارجع تاني. عايز اجيبها على الواحد برجع كده يجيب لي النقله الثانيه. رجعت كده تاني على الدي ادوس على الزرار واطلع على الان. طبعا عايز اطلع على الار بدوس على الزرار تاني بجيب فوق كده جاب لي الريفرس وفتح لي على طول ايه الكاميرات. ارجع من هنا تاني على الان، وده الزرار بتاع البارك ادوس عليه ابقى في البارك. طيب عندي هنا زرارين ورا، ده الاوتو هولد وده فرامل الكهرباء. الفرامل الكهرباء هي زي فرامل الهاند بريك، بتشتغل اوتوماتيك لما تبقى لابس الحزام. تعالوا نحط الفتيس على ار، ادي قدامكم اهو الفرامل بتاعه الكهرباء متفعله. انا مش هحط ايدي عليها اهو خالص، هشيل بس رجلي من على الفرامل هنا وادوس بنزين، هتلاقي بصوا فرامل فكت وقال لي هنا تم تحرير الفرامل ESP واتحركت العربيه عادي جدا. طيب لو انا دلوقتي بقى جبتها على الان تاني وبعدين شلت الحزام، هتلاقي الفرامل ربطت معايا لوحدها اهي زي ما انتم شايفين، اتفعلت الفرامل لوحدها. الاوتو هولد ما بيشتغلش غير مع الحزام. طيب الاوتو هولد بيعمل ايه؟ الاوتو هولد عشان وانت ماشي في زحمه او في اشاره، كل اللي انت محتاجه انك تدوس على الفرامل لا اما مرتين او تدوس مره طويله شويه، تدوس برجلك تحت شويه، ساعتها بيقوم مفعل لك على طول. ادي علامه الاوتو هولد عشان لبست الحزام، علامه الاوتو هولد طلعت لي فوق. تعال دلوقتي نتحرك على الدي ونيجي نتحرك شويه بالعربيه اهو. انا واقف اهو، بعدين اهو الفرامل فكت، هدوس دلوقتي فرامل وبعدين ادوس اهو دوسه طويله من هنا. بصوا الاوتو هولد نور معايا، نور اخضر كده، اوتو هولد متفعل. العربيه عديه ونزل الار بي ام ل 0.6، فكده الفتيس مش متوصل خالص بالموتور، وانت كانك بالظبط على الان. تقدر تفضل واقف بقى في الاشاره براحتك في زحمه او اي حاجه. عايز تتحرك في اي وقت، كل اللي انت محتاجه تدوس بنزين بس، ترفع تاني فك الاوتو هولد، وزي ما انت شايف العربيه اتحركت معاك كده، رجعنا الاوتو هولد تاني. فالاوتو هولد من الحاجات المهمه جدا انك تتعود تستعملها وهتحافظ على عمر الفتيس بتاعك. عندي بقى من اليمين هنا زرارين، ودي طبه ما فيهاش زرار، ده الزرار اللي بيفتح لك الكاميرات ال 360 زي ما انت شايف، دوست عليه اهو فتح لي الكاميرات ال 360. عايز اقفل الكاميرات ال 360 ادوس عليه تاني قفل لي الكاميرات ال 360. والزرار ده بيقفل وبيفتح الشاشه بس بالهولد، يعني تفضل دايس عليه شويه او تفضل دايس عليه شويه هتلاقي الشاشه الرئيسيه قفلت، ادوس عليه تاني هتلاقي الشاشه الرئيسيه فتحت زي ما انتم شايفين كده بالظبط. عندي قدام هنا شاحن وايرلس، والشاحن الوايرلس ده كمان فيه تهويه وشغاله مع التكييف، فيه تهويه كمان من ناحيتين، فده هيبقى حلو جدا لموبايلات الابل اللي بتسخن. لو حطيت انا موبايلي دلوقتي اهو في الشاحن الوايرلس هتلاقيه بدأ يشحن هو على طول، وبيبان لي هنا كمان في الشاشه درجه الشحن بتاعه الموبايل، فدي حلوه جدا. وبالمناسبه ده شاحن سريع جدا. عندي قدام الشاحن الوايرلس 3 فتحات، دي الفتحه بتاعه الميديا اللي انا اوصل فيها فلاشه او USB اشغل منها الفيديوهات او الصور او الميوزك. عندي من هنا مخرجين شحن، شاحن عادي تايب A وشاحن سريع 66 واط طلقه تايب سي. الشاحن ده سريع جدا. وعندي هنا طبعا مخرج الولاعه او ال 12 فولت. عندي من هنا اللوحه التاتش البيانو بلاك الجميله دي بتحكم فيها من التكييف. من هنا بقلل المروحه، او لو دوست عليها كده دلوقتي تاتش بتقلل لي المروحه. من هنا بعلي المروحه. من هنا دوسه طويله بتقفل لي الاير كونديشننج كله. من هنا بشغل الكمبريسور الاي سي. من هنا ده المود ان انا بغير الاتجاه بتاع الهواء بيجي منين. من هنا ده السخانات. ومن هنا ان انا اقلل درجه الحراره. ومن هنا ان انا اعلي درجه الحراره اللي بتحكم فيها من هنا. حلو ان التكييف ده ما يبقى عندك ليه زراير مختلفه عن الشاشه، مش محتاج انك تفتح الشاشه. من هنا طبعا الزرار بتاع الهازارد. ده الدراع بتاع المساحات وفيه جزئين، ده بتاع المساحات الاماميه اتحكم فيها ازاي، وده بتاع المساحه الخلفيه. المساحه الخلفيه من هنا على الاوف كده هي بتشتغل على الاون. عايز اغسلها او اعمل الووش بدوس على دي من تحت كده، وزي ما انتم شايفين اشتغلت المساحه اهي ومنزله الميه بتاعتي. من الناحيه الثانيه عندي الدراع بتاع الاضاءه، انا بخليه طبعا دايما على اوتو. من هنا تقدر تخليه على الاوف، من هنا تخليه بس على الدي تايم راينج لايت، ومن هنا تخليه على النور. طبعا لو زقيته قدام هيجيب النور العالي. ومن هنا عندي البكره بتاعه الفوجات طبعا فوق وتحت الاشارات، وقدام زي ما قلنا يفتح لك النور العالي. من هنا الفولد بتاع المرايات، من هنا بجيبها يمين اتحكم في المرايه يمين، اتحكم في وضعيتها من الاسهم دي. عايز اتحكم في المرايه الشمال اجيبها على المرايه الشمال، اتحكم في المرايتين احطها في النص واغير في الاسهم يتحكم في المرايتين. من
ومن هنا في التحكم في ارتفاع العدسه بتاعه الضوء، انا دايما بخليها على اعلى حاجه نمبر 3. ومن هنا عندي الثبات الالكتروني او الاستابيليتي كنترول، تقدر كده وهو منور كده انت قافل الاستابيليتي كنترول، كده انت فاتح الاستابيليتي كنترول. اللي عليها هي فتحه السقف. طبعا الكفر بتاع فتحه السقف مانيوال زي ما انتم شايفين، بيتقفل وبيتفتح بالايد، ولكن فتحه السقف نفسها بالكهرباء. فبتتحكم فيها ازاي؟ او عايز افتح فتحه السقف برجعه دوسه واحده لورا كده زي ما انتم شايفين بيفتح لي فتحه السقف. عايز ان انا اقفلها فدوسه واحده بيقفل لي فتحه السقف. عايز افتحها نص فانا بفضل معلق ايدي زي ما انتم شايفين، اول لما انا اسيب ايدي دلوقتي هيقف، فانا كده فتحتها نص بس. عايز برضو اقفلها حاجه فافضل معلق ايدي، فانا كده لحد ما تقف. طيب عايز بقى افتح الهوايه اخلي فتحه السقف تميل كده عشان تهويلي، بدوس على الزرار ده دوسه لفوق زي ما انتم شايفين، فبيقوم فاتح لي الهوايه بتاع فتحه السقف. عايز اقفل الهوايه برجع تاني ادوس بقى اعلق ايدي كده فيقوم منزل لي الهوايه. كده نكون خلصنا شاشه وزرار للسو ايست اس او 5. خلصنا الشاشه الرئيسيه، شاشه العدادات، عجله القياده، وكمان شرحنا الكونسول وكل الاوبشنز والفيتشرز اللي موجوده في العربيه. لو عندكم بقى اي سؤال او اي حاجه تانية مش واضحه اكتبوها لي تحت في التعليقات، واشوفكم في شاشه وزرار جديده، وسلام.